السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا، وهنتناول فيها أهم الملينات الموجودة في الصيدلية، وإيه هي المواد الفعالة المستخدمة لعلاج الإمساك. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. وعشان مش نطول عليكم هنبتدي بأول عيلة معانا، وهي البالك فورمينج لاكستيف. والعيلة دي بتشتغل عن طريق إنها بتمص المية من الأمعاء وبتنفش فيها عشان تقدر تكون براز طري وكتير وينزل بسهولة لما الشخص يجي يعمل حمام. والعيلة دي بنلاقيها في الفايبرز أو الألياف. وأشهر المواد الفعالة الموجودة في العيلة دي هي أول حاجة البران، والمادة دي هتلاقيها في دواء واحد بس وهو البران كبسول، وده جرعته في المتوسط بتكون من كبسولتين إلى 4 كبسولات يوميا بعد الأكل. تاني مادة فعالة في العيلة دي وهي البولي كاربوفيل كالسيوم، ودي هتلاقيها في أدوية زي الإيفاكيوليكس والبولي كاربوفيلاكس، ودي جرعتها في المتوسط بتكون من قرصين يوميا إلى قرصين كل 6 ساعات يوميا. المادة الفعالة اللي بعد كده وهي السيليوم هاسك باودر، والمادة دي بيتعمل منها أكياس بس، زي مثلا الكولوموسيل أكياس، وده جرعته في المتوسط بتكون من مرة واحدة يوميا إلى 3 مرات يوميا. نيجي لتاني عيلة معانا وهي عيلة الأوزموتيك لاكستيفز، والعيلة دي بتكون للشخص اللي عايز حاجة سريعة للإمساك، وبتقلل الإمساك عن طريق إنها بتزود من التوارد بتاع المية على الأمعاء عشان تكون براز طري، بالإضافة إلى إنها بتزود من سرعة الانتستينال كونتراكشن، وبالتالي هتخرج البراز بصورة أسرع. والمواد الفعالة المستخدمة في العيلة دي هي اللاكتيولوز، وده هتلاقيه بينزل في صورة شراب، وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الدوفلاك شراب، واللاكتولاكس، واللاكتيولوز شراب، والليفولاك، والسيدالاك، واللاكتولين، واللاكسولاك، وده جرعته في المتوسط بتكون من 15 ملي إلى 30 ملي يوميا، وممكن تتقسم على جرعات خلال اليوم. وخد بالك إن المادة دي بتكون آمنة خلال فترة الحمل. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي السوربيتول، ودي بتنزل في صورة أكياس، وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي السوربت أكياس، ودي جرعتها في المتوسط بتكون من كيسين إلى 3 أكياس يوميا، ويفضل يكون قبل النوم. خد بالك برضو إن الملح الإنجليزي بيندرج تحت العيلة دي، ومش بيستخدم قوي إلا في الحالات الشديدة جدا، وهو أساسا بيتركب من المغنيسيوم سولت والصوديوم سولت. نيجي بقى للعيلة اللي بعد كده وهي عيلة الإيريتانت أو الستيمولانت لاكستيف، والعيلة دي بتشتغل عن طريق إنها بتعمل لوكال إريتيشن أو تهيج في الأمعاء، وبالتالي هتزود من الانتستينال كونتراكشن، وهتدفع البراز إنه يخرج لبره، وبالتالي هتقلل لي من الإمساك. وأهم المواد الفعالة المستخدمة في العيلة دي هي الصوديوم بيكوسلفيت، ودي هتلاقيها بتنزل في صورة أقراص زي اللاكسيول بي أقراص، وده جرعته بتكون من قرص إلى قرصين يوميا، وفي بعض الحالات ممكن تزيد عن كده. أو ممكن تلاقيها بتنزل في صورة نقط زي اللاكسيول بي نقط، أو النورمالاكس نقط، أو البيكولاكس نقط، وده جرعته في المتوسط بتكون من 5 مللي جرام إلى 10 مللي جرام يوميا، يعني بتكون من حوالي 17 نقطة إلى 33 نقطة على نص كوباية مية مرة واحدة يوميا. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الكالسيوم سينوسيد، ودي تعتبر زي عشبة السنة اللي بتكون موجودة عند العطار، ودي هتلاقيها في أدوية زي السينالاكس والبورجاتون، ودي جرعتها في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين يوميا عند اللزوم. خد بالك برضو إن عشبة السنة بتكون موجودة في أكياس مشهورة جدا اسمها أجيولاكس أكياس، وبيكون محطوط معاها مواد عشبية تانية عشان تهدي من الإمساك. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي البيساكوديل، والمادة دي هتلاقي بينزل منها أقراص بتركيز 5 مللي جرام و10 مللي جرام زي الأبيلاكسين أقراص، أو البيساديل، أو الدولكولاكس، أو اللاكسين، ودي جرعتها في المتوسط بتكون من 5 مللي جرام إلى 10 مللي جرام مرة واحدة يوميا، وفي بعض الحالات ممكن تزيد عن كده. كمان بينزل منها البوس زي الأبيلاكسين لبوس أو البيساديل لبوس، وده برضه جرعته في المتوسط بتكون 10 مللي جرام مرة واحدة يوميا. خد بالك برضو إن الكاستور أويل أو زيت الخروع بيندرج تحت العيلة دي. نيجي بقى للعيلة اللي بعد كده وهي عيلة اللوبريكانت لاكستيفز، والعيلة دي من اسمها تعرف إنها بتخلي البراز يتزحلق أو يكون زلق، والعيلة دي بتستخدم أكتر حاجة للناس اللي عندها بواسير بحيث تسهل لهم من عمل الحمام. وأهم المواد الفعالة المستخدمة في العيلة دي هي الجليسرين، وده بينزل في شكل البوس، وهتلاقيه موجود في الجليسرين لبوس بتاع شركة فاركو أو الجليسرين لبوس بتاع شركة جالاكسو.
وخد بالك برضو إن في منه للأطفال والكبار، وفي شركات تانية كتير عاملة نفس الاسم ده، وجرعته في المتوسط بتكون لبوسة مرة واحدة يوميا. خد بالك برضو إن الحقنة الشرجية المعروفة باسم إنيماكس بتندرج تحت العيلة دي، بس بتستخدم في حالات الطوارئ بس. كمان برضو البرافين أويل أو زيت البرافين بيندرج تحت العيلة دي. نيجي بقى للعيلة اللي بعد كده، وهي عيلة الإيموليانت لاكسيفز أو الستول سوفتنرز. والعيلة دي في الغالب بتستخدم للناس اللي بتتعافى بعد العمليات، أو الناس اللي عندها بواسير، أو ممكن كمان تستخدم للسيدات اللي بيكونوا لسه والدين. وأهم مادة فعالة موجودة في العيلة دي هي الدوكوسيت صوديوم، ودي هتلاقي بينزل منها في صورة شرب زي الإيجيكيوسيت شراب، وده جرعته في المتوسط بتكون 15 مللي يوميا، وممكن تتقسم على جرعات خلال اليوم. وخد بالك برضو إن الشركة بتاعته نزلت منه أقراص اسمها إيجيكيوسيت بلس، ودي بتكون عبارة عن الدوكيوسيت صوديوم محطوط معاها السينوسيدز، وجرعتها في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين يوميا، وممكن تزيد عن كده. أو ممكن تلاقي محطوط مع الديكوسيت صوديوم مادة البيساكوديل، ودي هتلاقيها في صنف واحد بس وهو مشهور جدا، وهو المينالاكس أقراص، وجرعته في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين مرة واحدة يوميا. نيجي بقى للعيلة اللي بعد كده، ودي تعتبر أجدد واحدة فيهم، وهي الكلورايد تشانل اكتيفيتورز. والعيلة دي بتعمل اكتيفيشن للكلورايد تشانلز اللي بتكون موجودة في الأمعاء، وبالتالي هتزود لي من السكريشنز بتاعة الانتستينال فلويد، وهتسهل من خروج البراز. وبتستخدم أكتر في حالات الكرونيك ايديوباثيك كونستيبيشنز أو الحالات المزمنة. والمادة الفعالة الموجودة في العيلة دي هي اللوبيبروستون، ودي بتنزل بتركيزات 8 مايكروجرام و24 مايكروجرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الأميبروستون، اللوبيكونت، اللوبيستون، وده جرعته في المتوسط بتكون من 8 مايكروجرام إلى 24 مايكروجرام كل 12 ساعة يوميا. نيجي بقى لآخر مادة فعالة معانا النهاردة، وهي البروكالوبرايد. والمادة دي بتحفز السيروتونين ريسبتورز اللي بتكون موجودة في الأمعاء، وبالتالي هتزود لي من انقباض الأمعاء وتحرك البراز عشان تخرجه لبره وتفرغ محتوياتها. والمادة دي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 1 مللي جرام و2 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي كونستوفا، الكونستيبرايد، البروكاسوفت، والريزولور، وده جرعته في المتوسط بتكون من 1 مللي جرام إلى 2 مللي جرام مرة واحدة يوميا. وبكده نكون لخصنا كل الأدوية الخاصة بالإمساك الموجودة في الصيدلية كاملة. وأتمنى إنك لو استفدت من الحلقة دي إنك تشيرها لكل زمايلك علشان يقدروا يستفادوا منها، وتسهل عليهم كتير جدا في تدريبهم الصيدلي. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.